العالم كله بيبص على مصر دلوقتي، لأن المتحف المصري الكبير بيستعد لأعظم افتتاح أثري في القرن. بعد سنين من التحضير، المهندسين والفنيين بيحطوا اللمسات الأخيرة على التحفة المعمارية اللي قدام الأهرامات مباشرةً. القاعات الضخمة بتتجهز بأحدث أنظمة الإضاءة والتبريد لحماية أكتر من 100,000 قطعة أثرية نادرة. تمثال رمسيس الثاني اللي وزنه أكتر من 80 طن بقى في مكانه الجديد داخل القاعة الكبرى، مشهد يخليك تحس بعظمة التاريخ. فرق التعقيم والنقل بتتعامل مع القطع الأثرية بدقة مذهلة، وكل حاجة بتتسجل رقمياً بتكنولوجيا حديثة. كمان في تدريب مكثف للمرشدين والعاملين عشان يقدموا تجربة عالمية للزوار من أول يوم. وبيتم حالياً اختبار أنظمة الإضاءة والصوت والعروض التفاعلية اللي هتخلي الزائر يعيش تجربة من داخل الحضارة. المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان للآثار، ده رسالة من مصر للعالم، حضارتنا لسه بتتكلم. لو الفيديو فادك سيبه ينتشر عشان غيرك كمان يستفيد، ودعمنا بلايك وقول لنا رأيك في كومنت.